السلام عليكم، اهلا بيكم. لو انت جديد هنا، انا اسمي احمد فرج، وانا في القناه بحاول اعمل فيديوهات تساعدك على تحسين حياتك النفسيه والجسديه تنميه بشريه، ولكن كله بالعلم. الحلقه اللي فاتت اتكلمنا عن الضغط العضوي، النهارده هنتكلم عن الضغط العصبي. وعاوز بس اوضح ايه نوع الضغط اللي انا بتكلم عنه عشان نبقى بنتكلم عن نفس الحاجه. الضغط اللي انا بتكلم عنه هو الضغط العصبي او التوتر او الاسترس. هو الحاله اللي انت بتكون فيها لما كلب يكون بيجري وراك او عندك امتحان. كلنا بنسمع ان الضغط العصبي او التوتر او الاسترس ده حاجه وحشه، ولكن في انواع منه كويسه. الضغط العصبي هو نظام عام، هو غير مصمم للرد على اي حاجه معينه. نفس الخلايا بنفس النواقل العصبيه بنفس الاعضاء اللي بتستجيب بنفس الحاجات اللي جسمك بيعملها، ما بتختلفش بين ان كلب بيجري وراك او عندك مقابله شغل او قاعد بتحل في امتحان او واقف في البرد. جسمك ما يعرفش يفرق بين الضغط الحسي والضغط النفسي. زي ما عندك نظام للضغط العصبي، فانت عندك نظام لفك الضغط. هديك النهارده ادوات تساعدك ازاي تفك الضغط، والادوات دي اغلبيتها في البيولوجي مش في علم النفس، فهتنفع مع كل الناس لو عملتها. طيب هتقولي قول لي الادوات على طول، ولكن لازم اقول لك ازاي الضغط ده بيشتغل الاول، وازاي جسمك بيتصرف بناء على مسببات الضغط عشان تقدر تستخدم الادوات. فهمك لازاي الضغط بيشتغل هيخليك تطبق الادوات بفاعليه اكتر، وهيخليك تقدر تعلمها للناس اللي حواليك. فنفهم ازاي الضغط وبعد كده نتكلم في الادوات. في الاول خلينا نفرق بين حاجتين: مسببات الضغط ورد فعل جسمك لما بيكون مضغوط. مسببات الضغط زي ما قلنا ممكن تبقى حسيه وممكن تبقى نفسيه. حسيه زي ان ممكن اسيبك في الشارع في البرد من غير جاكيت لفتره طويله، هتبدا تبرد وجسمك هيبدا يفرز الهرمونات والمواد الكيميائيه اللي بتفرز في حاله الضغط. زي برضو وانت قاعد عندك امتحان كمان اسبوع ومش فاتح الماده، فجسمك كمان هيبدا يفرز الهرمونات والنواقل العصبيه اللي بتفرز في نفس الحاله اللي انت كنت فيها بردان. فنظام الضغط نظام عام. تعال نشوف ايه هو رقم 2. لما بتكون مضغوط عندك بعض الخلايا موجوده من عند رقبتك لحد سرتك اسمها عقد العصب السمبثاوي. عقد العصب السمبثاوي دي لما بتكون في حاله ضغط بتبدا تفرز ناقل عصبي اسمه الاسيتايل كولين. الاسيتايل كولين ده في الطبيعي هو اللي بيخلي عضلاتك تتحرك، من انك تجيب كوبايه القهوه لانك تكتب لانك تمشي. ولكن الاسيتايل كولين في حركه عضلاتك بيفرز للعضله اللي انت عاوز تحركها، ما بيفرزش لكل العضلات. ولكن زي ما قلنا ان عقد العصب السمبثاوي دي كلها بتفرز مره واحده زي الضمنه. فهل جسمك كله بيتشنج وبتبدا عضلاتك كلها تنقبض في وقت واحد؟ لا، وده اسمه تيتاني. عشان كده جه منه مرض التيتانوس، وهو ان لما بيفرز سم التيتانوس عضلاتك كلها بتبدا تتشنج وبتبدا تكون كلها في حاله انقباض دائم. ممكن بيفرز مع الاسيتايل كولين هرمون الادرينالين. الادرينالين ده بيشتغل على حاجتين: حاجات يشغلها وحاجات يطفيها. هو عارف بيشغل ايه وبيطفي ايه؟ لا، هو ما عندوش عقل، ولكن بناء على المستقبلات. فاحنا الحاجات اللي احنا عاوزين نشغلها ايه؟ عايزين نشغل عضلات رجلك عشان تجري من الكلب، وعايزين نزود ضربات قلبك عشان يضخ دم اكبر. المستقبلات اللي على عضلات رجلك وعلى قلبك وعلى حدقه عينك هي مستقبلات البيتا. لما الادرينالين بيروح لشرايين الدم اللي على رجلك او على قلبك او على حدقه عينك، بيخلي شرايين الدم اللي في رجلك تبقى اوسع عشان يوصل لها دم اكبر، وبيخلي ضربات قلبك تبقى اسرع، وبيخلي حدقه عينك تضيق عشان تبقى مركز في الخط اللي انت بتجري فيه. الادرينالين كمان بيقفل الحاجات اللي احنا مش عاوزينها. زي ايه؟ زي الهضم، بيروح يضيق الشرايين اللي بتوصل للمعده والامعاء وكمان الغدد اللعابيه. لو تلاحظ وانت مضغوط بيبقى ريقك ناشف. بيبقى ريقك ناشف ليه؟ الشرايين اللي بتوصل لغددك اللعابيه بتكون ضيقه، لان احنا مش محتاجين نهضم دلوقتي، احنا محتاجين نجري من الكلب اللي جاي ورانا. فاحنا دلوقتي فهمنا عن نظام الضغط العصبي 3 حاجات: انه عام ما بيفرقش بين العضوي والنفسي، وانه بيشغل حاجات وبيطفي حاجات، وانه بيخليك في حاله جاهزيه للحركه. فهنا خلينا اديك اول اداه تتحكم فيها في الضغط: ازاي تقلل ضربات قلبك من خلال التنفس في 30 ثانيه او اقل. انت لما بتاخد نفس حجم رئتك بيزيد والحجاب الحاجز بينزل، فبيبقى في مسافه اكبر لقلبك انه يتمدد فيها، فحجم قلبك بيزيد حرفيا. فبدل الدم ما كان ماشي مثلا في 20 متر بقى ماشي في 25 متر، فبالتالي سرعته هتقل. ففي عندك اعصاب في قلبك اسمها السينو اتريال نود بتبعت اشاره للمخ ان الدم ماشي بطيء، فالمخ يروح باعت اشاره للقلب انه يدق بسرعه اكبر. فدلوقتي لو انت عاوز قلبك يدق بسرعه بتاخد شهيق اكتر ما بتاخد زفير، والعكس بالعكس. لما بتاخد زفير حجم رئتك بيصغر والحجاب الحاجز بيطلع، فحجم قلبك بيصغر والدم بيبقى ماشي في مسافه اصغر، فبالتالي سرعه الدم بتزيد، والسينو اتريال نود تبعت اشاره للمخ بان الدم ماشي بسرعه، فالمخ يبعت اشاره للقلب انه يبطئ ضربات القلب. فانت لو عايز تبطئ ضربات قلبك تاخد زفير اكتر ما بتاخد شهيق. فايه هي الاداه؟ الاداه اسمها التنهيده الفسيولوجيه. بتعمل ازاي؟ 2 شهيق 1 زفير 3 مرات، وفي خلال 30 ثانيه ضربات قلبك هتقل. دي تعملها وانت داخل الامتحان، وانت داخل مقابله عمل، وانت بتتخانق عشان ركبك ما تخبطش. شوف انت عايز تستخدمها في ايه.
زي ما قلنا ان في انواع من التوتر مفيده. انت لما بتصاب بعدوى بتخش في حاله الاسترس او التوتر، فالادرينالين لما بيروح للطحال بيخليه يفرز الخلايا المناعيه اللي بتساعدك على محاربه البكتيريا او الفيروسات، بيخليك تفرز الادرينالين والاسيتالكولين اللي لهم تاثير على مخك في انك تكون مركز اكتر، مجال تركيزك اضيق، وتكون عندك قابليه اكبر على حل المشاكل. ولكن بيبدا الضغط ده يكون مضر لما يمنعك من النوم. وهنا نخش في الضغط على المدى المتوسط. الضغط على المدى المتوسط ده هو اول ما يكون الضغط بيمنعك من النوم او بيسبب لك اضطرابات في النوم. وده خلينا نعرفه انه الضغط اللي بيكون مصاحب لحاله في حياتك. شهر الامتحانات، انت متخانق مع اهلك في البيت، في ضغطه شغل، وراك كام حاجه، ده بيخليك مضغوط، ولكن هي فتره مؤقته، اي نعم مأثره على نومك، ولكن انت عارف انت كنت قبلها ايه، وغالبا لما المشكله دي هتخلص هتبقى بعدها في حالتك الطبيعيه. فتعمل ايه عشان تحارب الضغط ده؟ اول حاجه لو انت مزعل ابوك وامك روح صالحهم. تاني حاجه لو انت عندك مثلا ضغطه امتحانات او ضغط في الشغل، تبدا تعود جسمك ان يكون عقلك هادي وجسمك جواه ادرينالين. ده تعمله ازاي؟ بانك تاخد دش ساقع، وهي دي الاداه التانيه اللي انا هقول لك عليها. انك تاخد دش ساقع مثلا، ده بيخليك الادرينالين بيفرز في جسمك كله، وبتبقى في حاله توتر او الضغط العصبي. ولكن تقدر تسيطر على الحاله دي بانك تتحكم بعقلك، تبدا تاخد التنهيده الفسيولوجيه وتبدا تهدي نفسك وانت في موقف توتر. ده بيزود من الحد الاقصى للتوتر بتاعك. ايه هو الحد الاقصى للتوتر بتاعك؟ انا مثلا عندي جامعه وعندي الفيديو ده عاوز اعمله، وعاوز ارجع البيت اذاكر وانضف واطبخ، لان انا عايش لوحدي، ربنا يخليكي لينا يا حاجه. فالحاجات دي كلها بترفع من الحد الاقصى للتوتر بتاعي. فاجي مثلا وانا بحمر البصله تتحرق مني، اقول والله ما انا عامل اكل. ولكن على العكس لو انا في يوم تاني صاحي اجازه ما عنديش اي حاجه، حرقت البصله، هضحك واقول انا عبيط واعمل بصله جديده واكل. فهنا تعرف ان الحاجه البسيطه اللي بتخليك توصل للحد الاقصى دي، ان مش هي دي السبب في انك تبقى متضايق، ولكن عندك مسببات للضغط كتيره، فتحاول تتحكم فيهم. تتحكم فيهم ازاي؟ بانك تعلي الحد الاقصى بتاعك للضغط، وانك تشيل مسببات الضغط اللي تقدر تشيلها. زي ايه؟ زي الحاجات الاجتماعيه. انت متخانق مع واحد او في واحد انت ما بتحبوش، حاول يا تتصالح معاه يا تتجنبه، ولكن ما تزودش مسببات للضغط في حياتك. انت حياتك فيها مسببات للضغط كفايه. ونخش على الضغط الوحش اللي احنا ما بنحبوش، وهو الضغط المزمن. الضغط المزمن ده هو انك على طول حاسس انك متوتر، على طول حاسس انك خايف، على طول ما بتنامش كويس، على طول متعصب، ومش فاكر اخر مره كنت هادي فيها امتى. الضغط بيأثر على دماغك ازاي؟ زي ما قلنا الضغط بيخليك تفرز الاسيتالكولين والادرينالين، ولكن كمان الضغط بيشتغل عن طريق حاجه اسمها الهايبوثالاموس بيتيوتاري ادرينال اكسس. الهايبوثالاموس ده حته في مخك، والبيتيوتاري هي الغده النخاميه، والادرينال هي الغدد اللي فوق كليتك، والاكسس هو سهم، فحاجه بتشغل حاجه بتشغل حاجه. فانت لما بيحصل لك موقف تتوتر فيه، الهايبوثالاموس بيبعت للغده النخاميه، والغده النخاميه بتبعت للخلايا اللي فوق كليتك، وبتبدا تفرز هرمون الكورتيزول. هرمون الكورتيزول ده حلو، بيخليك في حاله استعداد، هو اللي بيخليك تبدا يومك الصبح. وهنا في حلقه اتكلمنا فيها عن النوم وازاي هرمون الكورتيزول ده بيساعدك، وازاي تظبط نومك عن طريق هرمون الكورتيزول. ولكن على الناحيه الثانيه احنا هنتكلم عن تاثير الكورتيزول المستمر، لان انت المفروض بتفرز هرمون الكورتيزول ده في اوقات معينه، وبيبدا ينزل كميه الكورتيزول في دمك الا لو انت في حاله ضغط مستمر او توتر مستمر. كميه كورتيزول عاليه لمده طويله بتروح على حته اسمها الاميجدلا، وبتزود النواقل العصبيه فيها، والاميجدلا دي هي مركز الخوف في مخك، فهتقول تحس انك خايف ولكن مش لاقي سبب يخليك خايف. كمان الكورتيزول بيروح لحته اسمها الهيبوكامبس في مخك. الهيبوكامبس دي مسؤوله عن التذكر والتعلم وبيدمرها، فتبدا قدرتك على التذكر والتعلم تقل مع الوقت. كمان الكورتيزول بيصغر دماغك حرفيا. في حته اسمها البري فرونتال كورتكس على جبهتك، دي مسؤوله عن اتخاذ القرارات والتفاعلات الاجتماعيه. لما الكورتيزول بيبقى عالي جدا بيروح ويصغر الحته دي، فتبقى غير قادر على اتخاذ قرارات صحيحه، وتفاعلاتك الاجتماعيه بتقل. الضغط المزمن بيصعب عليك التركيز والتفكير واتخاذ القرارات، ولكنه كمان بيفتح ابواب لامراض خطيره زي الاكتئاب والزهايمر. الضغط العصبي بيعمل ايه في جسمك؟ زي ما قلنا ان الضغط العصبي او الاسترس او التوتر بيخليك تفرز ادرينالين، والادرينالين بيزود ضربات قلبك، ولكن على مدار مستمر ضربات قلبك هتزيد لفتره طويله، ده بيؤدي لارتفاع ضغط الدم، وفي النهايه اصابتك بمرض الضغط. وهنا قدرنا نعرف العلاقه بين مرض نفسي ومرض عضوي، وانهم فعلا بيسببوا بعض. فحاول تهتم بازاي انت حاسس، ازاي اهلك حاسين، لان ده مش حاجه تافهه، ده حاجه بتسبب المرض وبتسبب الموت. الكورتيزول هو عامل في مرض تصلب الشرايين، هو انه بيبقى فيه حاجه بتمنع
بيمنع الدم انه يمشي خلال جدران شرايينك، فبالتالي بيقل الدم اللي رايح عشان يغذي قلبك، فالقلب ما بيوصلوش الدم الكفايه اللي محتاجه، فتبدا تصاب بامراض القلب والجلطات. لما جسمك بيحس بتوتر مخك بيشغل الجهاز العصبي، والجهاز العصبي بيشغل الجهاز العصبي بتاع معدتك. انت عندك جهاز عصبي مخصص بس لمعدتك. الجهاز العصبي المخصص لمعدتك ده لما بيشتغل عن طريق التوتر بيعمل حاجتين. الحاجه الاولى انه بيبوظ حركه الامعاء وبيؤدي لمرض القولون العصبي، كمان بيؤدي لزياده حساسيتك لحمض الهيدروكلوريك. لما تزيد حساسيتك لحمض الهيدروكلوريك ايه اللي بيحصل؟ بتبدا تحس بالحرقان. ولما بيكون عندك ضغط عصبي مزمن او على طول متوتر، قرحه المعده بس مسببه من التوتر او الاسترس. تاني، العلاقه بين المرض النفسي والمرض العضوي. في كام حاجه ممكن تعملهم يقللوا من التوتر بتاعك، لان زي ما قلنا زي ما عندك نظام للضغط العصبي فانت عندك نظام لفك الضغط. اول حاجه اضحك. لما بتضحك بتدخل اكسجين، وكمان بتعلي الاندورفينات. الاندورفينات دي بتقلل التوتر والكورتيزول وبتخليك حاسس باحساس كويس. في بعض الدراسات وضحت انك بس مستني تتفرج على فيلم كوميدي بيعلي الاندورفينات عندك ب 27%. احضن اهلك، ابوك وامك واخواتك، لانه واجب عليك. وكمان لانك لما بتحضن اهلك او حد بتحبه بتفرز هرمون الاكسيتوسين، وهو هرمون سعاده وبيخليك تحس بالهدوء والراحه، برضه بيقلل الكورتيزول. امضغ لبان. لو مضغت اللبان مرتين لمده اسبوعين ده بيقلل هرمون الكورتيزول. وعملوا تجربه تانية انهم خلوا بعض الطلاب تاخد امتحان وهم بياكلوا لبان، وبعض الطلبه تاخد امتحان وهم ما بياكلوش لبان، وقاسوا كميه الكورتيزول في اللعاب بتاعهم، ولقوا ان الطلبه اللي كانوا بياكلوا لبان عندهم معدلات كورتيزول اقل من معدلات الكورتيزول للطلبه اللي ما كانوش بياكلوا لبان. قضي وقت في الطبيعه، او حتى اشتري نبات بلاستيك. لما بتقضي وقت في الطبيعه وخصوصا الخضره ده بيقلل من الكورتيزول ومعدل ضربات قلبك وضغط دمك والكوليسترول. اشرب شاي. لو انت بتمر بيوم مضغوط او حاسس انك متوتر قول لما هروح هشرب شاي عشان اهدى. الشاي نفسه مش هيعمل لك حاجه، ولكن تحضير طقس معين لنفسك انك بتعمله عشان تقلل الضغط بيخليك تقلل الضغط وبيقلل هرمونات الضغط اللي هم الكورتيزول والادرينالين. لو عندك قطه او كلب لعبهم، ده بيخليك تفرز هرمون الاكسيتوسين واللي بيخليك برضو هادي وسعيد. زي ما انت كل يوم لازم في حاجه هتخليك مضغوط او متوتر، لازم تحط برضو كل يوم حاجه تخليك تفك الضغط وتفرز الهرمونات المضاده للتوتر. فخلي عندك كام حاجه في يومك بتعملهم بس عشان ما تبقاش متوتر. اول حاجه اغسل مواعين. اغسل مواعين وركز فيها، ركز في الطبق، ركز في ريحه الاكل البايت، ركز في الصابون، ركز في احساس الميه على ايدك وبرودتها او سخونتها. ده هيخليك تقلل من افراز هرمون الكورتيزول. ولو ده ما نفعش وانت طالع وسايب المطبخ نظيف لامك ودعوتها ليك، ده هيخليك تفرز هرمون الاكسيتوسين وهيخليك سعيد. زي ما قلنا احضن اهلك لانه بيؤدي لافراز هرمون انت عارف. اظبط ظهرك. لما بتظبط ظهرك بتقلل من التعب وبيخليك تفرز الاندورفينات اللي زي ما قلنا بتقلل من التوتر. جرب لو انت مش مركز او تعبان انك تفرد ظهرك لمده 3 دقائق وشوف نتائج ده ايه عليك. شوف التوتر كتحدي. لما تحس انك متوتر ما تقولش انا اتوترت وتبدا تفكر في انك متوتر فتتوتر اكتر، ولكن شوف التوتر ده في انه تحدي وانه ممكن يكون مفيد ليك. زي ما قلنا التوتر بيخليك تفرز هرمونات بتخليك مركز ومستعد. لو انت مثلا بتعمل حاجه جسديه بيخليك قادر انك تجري اكتر، بيخليك عندك طاقه اكبر. ولو بتذاكر مثلا بيخليك تفرز الهرمونات اللي بتخليك تركز. فخد التوتر كتحدي وحاول تستفيد منه. نام كويس في ميعادك. لو انت بتتفرج على الفيديو ده قبل ميعاد نومك فانا فخور بيك. لو بتتفرج بعد ميعاد نومك فاعمل لايك وخش نام. ده كان كل اللي عندي النهارده. اشوفكم الحلقه الجايه. سلام عليكم.